النهارده عندي اجنده دوليه كمنتخب، عندي بطوله وانا جهاز فني جديد، عايز اسستم نفسي وابدا احط البرنامج بتاعي واعرف مين هيكون موجود ومين مش هيكون موجود معايا الفتره اللي جايه. فتره مهمه والراجل مضغوط، الناس كلها بقى منتظره، مصر كلها البطوله بتاعه الامارات. نشوف بقى احنا بنلعب قدام المنتخبات الكبيره، كرواتيا وغيرهم من المنتخبات المشاركه. وطبيعي ان انا النهارده انت بتبعت لي خطاب بتقول لي ان الراجل مصاب، فبالتالي لو هو مصاب يبقى ما فيش ما يستدعي ان هو يكون موجود، لكن لو لعب يبقى هو مش مصاب، يبقى الطبيعي ان هو يكون موجود. وانا أيوة. مش عايز الناس تاخد الاتجاه بتاع محمد صلاح وكابتن حسام حسن بالحساسيه دي. عادي يا جماعه، الموضوع عادي جدا. محمد صلاح لعيب كبير وقيمه وقامه حاجه جامده جدا، أيوة. بس زيه زي اي لعيب موجود في منتخب مصر، فالناس تتعامل معاه زي تريزيجيه، زي مرموش، زي النني، زي مصطفى محمد. الموضوع طبيعي، لكن الناس واقفه على كل كلمه لكابتن حسام وكل تصريح لكابتن حسام وكل تفصيله بتحصل ما بين الجهاز الفني وليفربول ومحمد صلاح. وارد ان الراجل يكون موجود.